بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ليا الشرف والسعادة إن أنا أدعى إلى المؤتمر الدولي الأول لليزر العيون في برشلونة في أسبانيا. والمؤتمر كان في 7 نوفمبر، ويمكن ده اللوجو بتاع المؤتمر ليزر أوكلر برشلونة 2025. هوري لحضراتكم المحاضرة اللي أنا قدمتها باسم مصر وباسم جامعة قناة السويس في الإسماعيلية. وهنا المؤتمر فيه كذا جزء، لأن فيه عرضت فيه مقدمة عن استخدام الليزر والتكنيك بتاع الليزر، وبعدين اتكلمت عن مجموعة حالات. فأنا هنا بعرض مجموعة حالات مرضية عالجناها بالليزر، وده كان هو يعتبر العلاج الوحيد لمثل هذه الحالات. وكانت تعتبر هذه الحالات ملهاش علاج آخر في أي مكان آخر ولا بأي طريقة تانية. وكان لهذا المؤتمر متوافق مع افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة. ويمكن وإحنا كنا كمصريين كلنا أيامها سعداء بهذا الإيفنت، وكنا بنلبس اللبس الفرعوني دهوت. وده كان عنوان المحاضرة اللي أنا اديتها: استخدام نيوديميوم ياج ليزر أيريدو بلاستي. النيوديميوم ياج ليزر على القزحية indications and better understanding، وايه هي، امتى استخدمه، وفهم جديد لهذا الموضوع. ويمكن ده هنا الموبايل بتاعي، وهنا وهنا الايميل والويب سايت بتاعنا. وانا في بداية المحاضرة في المؤتمر كنت بتوجه بالشكر لدكتور بيدرو جريمالدوس رئيس المؤتمر واللجنة العلمية، لان هم وجهوا لي الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الاول لليزر العيون، كل انواع الليزر في كل مجالات العيون في هذا المؤتمر. بتكلم عن حاجه اسمها البادي ايمج ديساتسفاكشن، قد ايه هو منتشر، وقد ايه ان لون العين بيرتبط قد يؤدي الى البادي ايمج ديساتسفاكشن. البادي ايمج ديساتسفاكشن ان الانسان مش مبسوط بشكله، مش مبسوط بنفسه. ده شيء مرتبط بالنفس ومرتبط بعلم النفس. فبنقول الدراسات العلمية بتوضح في البالغين ان معدلات البادي ايمج ديساتسفاكشن عالية قوي، يعني من 30 ل 70% من البالغين. طبعا دي دراسات مختلفة، واحنا هنا كاتبين انواع الدراسات. بيقولوا ان هم مش مبسوطين بشيء عندهم، يعني من 30 الى 70% من البالغين اللي هم عدوا سن ال 18. هنا في دراسة تانية، الدراسة ديت بتقول إن من حوالي 20 إلى 50% عندهم إن شيء مضايقهم في جسمهم. ولهذا الكلام سواء الذكور أو الإناث بيتأثروا بيه، ولكن طبعا التقارير الطبية بتقول إن الفيميلز أو البنات والستات هم أكثر تأثرا بهذا الأمر. وفي دراسات كتيرة قالت إن لون العين هو جزء من الرضاء عن الصورة العامة للجسم. يعني هو البادي ايمج dissatisfaction is primarily associated with body features. بيعتبر لون العين بيأثر على السيلف بيرسبشن، أنا شايف نفسي إزاي، وبالذات لأن هو هنا الجمال، معايير الجمال في المجتمع بتؤكد على حاجات كتير. في بعض الثقافات اللي هي لون العين فيها مهم جدا، الناس اللي هم بيفضلوا لون العين او اللون العين عندهم مش مبسوطين بيه، مش سعداء بيه، بيكون عندهم حاجه اسمها نيجاتيف سيلف بيرسبشنز. بعض الدراسات بتقول ان الجاذبيه اللي الناس حاسه بيها والمرتبطه بلون العين بتؤدي الى الثقه بالنفس، وكمان التفاعلات المجتمعيه والجاذبيه المجتمعيه. ودي كلها دراسات دوليه اثبتت هذا الامر. احنا شايفين هنا في مراجع اللي جبنا منها هذا الكلام.